السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما أبدأ معاكم الفيديو، لو أول مرة تشوفي القناة يا ريت تنزلي تحت على كلمة اشتراك تضغطي عليها وتضغطي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو كده يوصلك إشعار وشوفي الفيديوهات على طول. طبعا ما تنسليش من اللايك والكومنت حلو منكم، شجعونا كده باللايكات والكومنتات عشان ننزل كل يوم فيديو مع بعضينا. الفيديو بتاع النهارده يا بنات هنعمل مع بعض كده القرنبيط بطريقة حلوة كده وبسيطة كده وسريعة. القرنبيط من الأكلات الحلوة في الشتاء، وطبعا زي ما احنا عارفين هو مالي السوق يعني. انا كنت شارية واحدة كده، بس انا كنت جايباها صغيرة. كنت اشتريتها ب10 جنيه. في طبعا اكبر من كده، بس انا قلت ان انا اجيب واحدة كده على قدينا يعني عشان ما تقعدش. انا جبتها هي بصراحة بقالها كده كام يوم عندي في التلاجة، فقلت انا الاول ان انا اعملها. في الوقت ده انا كنت شاريها وكنت جايبه وقتها كرنب، يعني كنت جايبه قرنبيطه وكرنبايه. عملت الكرنب معاكم في فيديو، وقلت ان انا اعمل معاكم كمان القرنبيط. مرضيش اعملها كده في روتين كده عشان تبقى الطريقه بتاعتها كده كده يعني واضحه كده وتفاصيلها باينه معاكم. بصي يا بنات، جبت كده القرنبيطه بتاعتي قطعتها كده وردات صغيره. انا مرضتش اعملها كبيره، يعني الواحده اللي بلاقي الورده اللي بلاقيها كبيره بروح قسمها 2 عشان وانا بجليها وكده في الزيت تستوي معايا وتكون حلوه، ما تبقاش الخلطه بتاعتها نيه تاخد لون من بره وتبقى القلب بتاعها ني. لا، انا عايزاها تكون كلها متحمره واخده لون من بره وكمان مستويه من جوه. هنا كده جبت القرنبيط بتاعتي، غسلتها طبعا بعد ما قطعتها، خدتها كده تحت المية غسلتها. وكمان حطيت كده حلة، حطيت فيها مية وحطيت فيها شوية ملح وشوية كمون. سبت المية لحد ما غلت، وبعدين نزلت كده بالقرنبيط اللي انا مقطعه وغسلاه. بنغسله كده عشان خاطر مكان الايدين ولما بيكون معروض في الشارع وكده فبيلموا تراب، فعشان خاطر نضمن نظافة الحاجة يعني، كنا عاملين الحاجة كده واحنا مطمنين. بس كده هنزل كده بكمية القرنبيط كلها. هي الحلة بتاعتي كبيرة، وفي نفس الوقت هي القرنبيطة مش يعني حجمها صغير، فحطيتها كلها مرة واحدة. بس كده فسيبها كده لحد ما تستوي. طبعا هاخد بالي كويس منها عشان ما تتهريش مني. انا عايزة القرنبيطة تكون يعني تستوي تسلق يعني، بس ما تبقاش مهرية، يعني عشان خاطر تبقى ماسكة نفسها. وكمان لسه كمان هنحطها في الخلطة وهنجليها، فبرضو يعني خليها مثلا 3/4 سوا في المية، في مية السلج، وبعد كده هتكمل سواها في الجلي. جيت هنا كده سبت القرنبيطة بتاعتي كده على على النار، وجبت كده هنا هبدأ ان انا اعمل الخلطة معاكم. جبت كده طبق حطيت فيه كوبايتين من الدقيق وعليهم نص كوباية من النشا، وكمان ضفت كده ملح وكمون وكزبرة ناشفة وشوية بتاع ده بابريكا، وكمان فلفل اسمر، وكمان نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هخلط كل المكونات اللي معايا دي كلها مع بعضها كده في الطبق، وهنبدأ نعمل الخلطة اللي هي البيض والخضار بتاع القرنبيط. بس طبعا هخلط كل المكونات دي كده كويس مع بعضيها. انا بحاول انا بتكلم بسرعة، عايز يعني مش عايزة ان انا انسى حاجة يعني. بس هنا خلطت كده المكونات كلها مع بعضها، وجبت هنا كده الطبق اللي انا هحط فيه البيض والخضار والثوم. بصوا انا جبت القرنبيطة اللي معايا اخدت بالطين، وديت كمان توم مفروم بس كان في الفريزر وكده سبته كده فك شوية، حوالي كده معلقة كبيرة من التوم المفروم. وجبت كزبرة وشبت. الكزبرة وشبت انا مش حاطة كمية كبيرة عشان ما تبقاش كتيرة في الخلطة بتاعتنا. يعني بصوا ربطة الكزبرة اخدت نصها، والشبت نفس الموضوع، اخدت نص شبت ونص كزبرة. غسلتهم وسبتهم طبعا لما صفوا، وبعدين بدأت ان انا اقطعهم، وحاولت ان انا اقطعهم على قد ما اقدر قطع صغيرة خالص عشان خاطر تدخل كده في قلب قطع القرنبيط وتكون حلوة.
جبت كده الخضار والبيض، الكزبرة والشبت، بعد ما قطعتهم حطيت عليهم 2 بيضة، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وخدت نص الخلطة اللي هي الدقيق والنشا والتوابل، خدت نص الخلطة كده على البيض والخضار اللي معايا، وجبت كده كوباية مية، وبدأت كده ان انا ايه اعمل عجينة كده يعني. بدأت كده اخلطهم كده كويس مع بعضهم، ما تخافوش من المية، مع البيض مش هتعمل زفرة، لان احنا حاطين توابل، وحاطين فلفل اسمر في الفلفل، هيخلي مش هيخلي فيه ريحة زفارة. جبت كده كوبايه الميه، وبدات ان انا اعمل عجينه زي ما انتم شايفين كده، بزود الميه حبه بحبه لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. بصوا هنا كده مش ما نزلتش بكوبايه الميه مره واحده، عشان خاطر الخلطه بتاعتي ما تبقاش خفيفه. انا عايزه الخلطه بتاعتي تكون ولا هي خفيفه ولا هي تقيله، يعني انا عايزاها تكون كده وسط. لما نزل كده القرنبيط فيها تشيل معايا، يعني القرنبيط يشرب منها، لكن لو بقت خفيفة مش هتبقى حلوة، القرنبيط مش هيشرب منها. بصوا انا بنزل كده بقطع القرنبيط، وبحاول كده اغطيه بالخلطة اللي انا عاملاها دي. بصوا كمان والخضرة كمان لما مقطعاها كده قطع صغيرة، فمسكت معايا على قطعة القرنبيط. طبعا باخد قطعة من القرنبيط بنزلها كده في الخلطة، وبعد ما بنزلها في الخلطة باخدها على باقي كمية الدقيق والنشا اللي انا كنت عاملاها في اول الفيديو. الكمية ديت انا قسمتها نصين، اخدت نصها في الخلطة مع البيض والخضار، والنص التاني خليته كده عشان خاطر بعد ما اطلع كده من الخلطة ديت اللي هي بتاعة البيض، هنزل كده في الدقيق كده، وبعد كده هبدأ ان انا احمر على طول. طريقة الدقيق دي بعد الخلطة بتخلي القرنبيط بتاعك يكون ناشف كده وحلو، وفي نفس الوقت ما يخليش الزيت بيعمل رغاوي كده والقرنبيط بتاعك ما يستويش. وكمان انا جبت كده الطاسه بتاعتي، حطيت فيها شويه من الزيت، وسبت الزيت بتاعي لحد ما سخن، وبعدين بدات ان انا انزل بالقرنبيط اللي معايا. انا مهديه النار عشان خاطر القرنبيط بتاعي يستوي كويس، هو بيطول شويه في في الجلي، بس بيستوي، بيكون مستوي من بره ومن جوه زي بعض. لكن لو عليت النار عليه هياخد لون من بره، والخلطه تيجي تاكلي منه هتلاقي الخلطه بتاعتك لسه نيه، القلب بتاعها الخضار والبيض والخلطه اللي شاربها القرنبيط هتلاقيها لسه ايه، نيه ما استوتش. فخلي الزيت بتاعك يكون غزير، وفي نفس الوقت تكون النار هاديه، ما تكونش النار عاليه. بس اول قطعه قرنبيط هتنزليها في الزيت، لازم الزيت بتاعك يكون سخن، عشان خاطر الزيت لو بارد القرنبيط هيشرب الزيت، وهيبقى مليان زيت كده، مش هتقدر تاكليه يعني. بس عملت كده الكميه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس انا بحاول ان انا اختصر يعني في الفيديو كده على قد ما اقدر، عشان الفيديو ما يبقاش طويل على الفاضي. عملت كده يا بنات القرنبيط، وهنا باقي الخلطه اللي اتبقت مني، اللي هو الخضار والبيض والثوم والحاجات الحلوه اللي احنا كنا عاملينها دي، اتبقى شويه، فقلت ايه مش هرميهم. زودت عليهم شويه ميه ومعلقه دقيق تاني، ورحت خلطتهم كده كويس وشويه توابل، ورحت ايه عملتهم غرس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جبت الطاسه حطيت فيها شويه من الزيت، زيت بسيط خالص يعني كانك هتجلي بيض، وبعد كده نزلت بالايه باقي الخلطه اللي انتوا شايفينها دي، وعملت قرص كده حلو، والله كان طعمه جميل. يعني القرص ده ممكن تعملي لوحده اصلا مع الخضار والبيض، تجيبي بيض وخضار وكده وتقومي تعملي لوحده من غير قرنبيط ولا اي حاجه. بصوا طريقته سهله وبسيطه، وكان طعمه حلو. فانا بصراحه استحرمت يعني ارمي باقي الخلطه، وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انت تشيليها، لان هي الكميه اساسا ما كانتش كبيره، الخلطه اللي كانت معايا ما كانتش كتيره، آه، فقلت خلاص يعني مش هينفع ان انا اشيلها، وفي نفس الوقت مش هرميها يعني حرام، لان بيض وخضار وتوم والحاجات الحلوه دي، فقلت لا يعني اعملها غرسه هتتاكل في وسط الاكل ده. بص كده شكل القرنبيط بتاعنا بعد ما استوى، ما شاء الله كان طعمه، والله العظيم كان طعمه تحفه. لو جربتيه بالطريقه ديت ان شاء الله كده هيعجبكم، وهتعملوه على طول بالطريقه دي باذن الله. بصوا هي انا حطيت كميه القرنبيط كلها، يعني ما شلتش حاجه منها، لان هي القرنبيطه ما كانتش كبيره، يعني كانت الحجم بتاعها كان وسط،
وانا بصراحه لما جيت اشتريها اتعمدت ان انا اجيبها صغيره، ما رضيتش اجيب حاجه كبيره يعني وتقعد عندي وبتتركن في التلاجة وكده، فقلت لا انا هجيبها صغيره على الجد، تبقى مثلا غدوه اعملها في مره وخلاص على كده بس. فادي كده شكل القرنبيط بيتكلم عن نفسه. ما شاء الله حلو. طبعا لو وصلت معايا لحد هنا